المباراه بالكندي باللون الاحمر لتغيير في ذلك اللقاء. اذا ياسين بونو باستثناء ذلك ايضا هنالك تبديل، ياتي كره بمحاوله اولى لكن ايضا مرت مرحله تاريخ كندا الكروي عندما اصبح اول كندا كره بمحاوله لمصلحه المنتخب المغربي. لا 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 يحمل امال العرب وعلى طريقة الكبار يسجل مبكرا جدا. حكيم يضع الكرة في المرمى ويعلن عن اول اهداف اللقاء للمغرب بل للعرب كافة. المغربي يمتطي جواد التألق والإبداع، يمتطي الصهو من مسافة بعيدة. تسديدة تأتي اصطدمت، تحولت حارس المرمى لاعتراف مستمرة وقائمة. تسديد انتصار مغربي بحول الله للتاريخ، انتصار مغربي بحول الله للتاريخ. قد يكون حاضرا بأكبر مصلحات المغرب. الكرة تعود في الجانب المقابل مرتجة بالإضافة إلى رشيد عليوي. كرة بمحاولة من واحد بفارق هدف واحد. مجموعة الخامسة تصل إلى جهة اليسر، أبعدت من أمام سفيان بوفال، تحولت إلى خارج كأس العالم مع المنتخب المغربي. طبعا المباراة التركي لكرة القدم واللعب الذي في الدوري البلجيكي. كرة بمحاولة خطيرة جدا لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الوصول نعم ياسين، أسرع ياسين دورة الألعاب الأولمبية في عام 2012. هناك يتقدم ويمر زياش يسدد لكن علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة باب الاثنين، كرة عن طريق زياش إلى داخل اللقاء. توصل لون بلجيكا ومشات أورا كندا، بلجيكا ومشات أورا كندا. خلصنا من البلجيك والآن على كندا. ويوسف يسجل ويضع الكرة في المرمى. وصلت في الجهة اليمنى المحاولة عن طريق ليعلن عن ثاني الأهداف الآن ويبحث عن الثالث. المنتخب البلجيكي لكن أيضا تغطية. يا سلام يا خطرة ضاعت فرصة اللعبة الأمامية الآن لمصلحة المنتخب المغربي. لكن يبدو الملعبان اللذان سيشتان والكرة بعد ذلك هنا من خلال الكرة تعود في الجهة اليسرى الآن. محاولة عرضية ملعوبة خطيرة. تغير اتجاه الكرة فخدعت ياسين بونو، زالت خطيرة عرضية داخل منطقة الجزاء. نعم وبالتالي قد يجد لاعبو المغرب لم يصل الى الكرة بالتوقيت المناسب. معلش يا شباب المباراة لم تنتهي بعد، لذلك نتمنى عودة الى ياسين بونو. سيطر على كرته بالشك امور بالتعادل، يعني ان المغرب هي من يجب ان يكون. لكن ايضا ندرك بانه داخل منطقة الجزاء لكن تغطية عودته الحاضرة يبدو من خلالها التسلل. لا يعود الى تقنية الفيديو الا اذا كيفه مو على كيفه ولا بمزاجه يلغي الفار. خلال جدول الترتيب الذي يظهر بين الفين. ايضا كذلك للكابتن نادر السيد احد عمالقه. تعيد الكره والمحاوله خطيره جدا. وصلت يا الله المباراة الاول كره بمحاوله عن طريق حكيم زياش عرضيه لكن في احضان حارس المرمى صاحب الضيافه وصاحب الارض والجمل. خلالها محاوله الان لمصلحة المتصل من الجهة اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة من الفونسو ديفيز. خاطب المنتخب الألماني أو حتى رومان سايس اللي يلعب في الدوري عن المنتخب المغربي، عن المنتخب المناسب. سفيان مرابط، سفيان واجه ربع ساعة مرت كرة لمحاولة الباير، كرة انطلاقة من الجهة اليسرى خطأ. محاولة لمنتخب كندا داخل منطقة الجزاء مرت من أمام كندا. لمسة الآن عن طريق عن التعديل ويبحث المنتخب المغربي عن التأمين الأمور. لا نأمل للنتيجة، لا نقرة المشجع العربي بعد سنوات من الآن. التواجد العربي وحضورهم في مونديال كأس لاريا ريتشي لاريا. أحداث
هنا في هذا اللقاء، والامور لا زالت مستمره بهدفين مقابل هدف واحد. دم العربي يحن، ولو كان واحد منهم وحضورها الكبير هنا من خلال وبقيه الاسماء بهذه الكره والمحاوله والعوده الغريبيه.